مرشحي للكرة الذهبية الإفريقية هذا العام هما كالتالي: أول واحد هو فيكتور أوسيمين لاعب ديال نابولي وديال نيجيريا. ثاني واحد هو أندري أونانا الحارس السنغالي. من بعد عندنا فينيسيوس بوباكار هذا اللاعب ديال الكاميرون اللي كلشي كيعرف. وعندنا النجم المصري محمد صلاح لاعب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي. ثم رياض محرز لاعب ديال المنتخب الجزائري. ومن بعد عندنا أشرف حكيمي أفضل ظهير في العالم ولاعب المغربي ولاعب باريس سان جيرمان. ثم اللاعب نور الدين أمرابط لاعب المنتخب المغربي وأيضا الحارس المغربي ياسين بونو. ولكن كلشي كيقول بان الصراع الكبير غيكون ما بين هاد الجوج: رياض محرز الجزائري والحارس المنتخب المغربي ياسين بونو، لانهم اكثر جوج تالقوا. واللي زاد شعل القضيه هو التصريح ديال الجزائري رياض محرز اللي قال باللي راه كاين المنطق والمنطق، يقول بان انني انا اللي خصني نربح الكره الذهبيه الافريقيه. قال لهم سمعت باللي كيحاولوا، احسن ما قال بانه هو سمع بان المغاربه كيحاولوا يضغطوا باش ياسين بونو هو اللي يعطوه الكره الذهبيه. قال لهم لا، بانني انا اللي خصني نستحق الكره الذهبيه حيت انا اللي حققت الثلاثيه التاريخيه مع فريق مانشستر سيتي. اما ياسين بونو قال لهم راه عنده غير الدوري الاوروبي، وكانه نسب انه هو راه كان كيضل جالس وراه ما عندوش دور كبير في ديك الثلاثيه اللي ربحتها مانشستر سيتي. رياض محرز وقيلا نسب انه العام اللي فات اغلب الماتشات راه كاع ما كان كيدخلوا غوارديولا يلعب، اغلب الماتشات راه كان كيبقى جالس غير في الدكه، يعني ما كانش عنده تاثير كبير في الالقاب اللي حققها مانشستر سيتي العام اللي فات. وباش زاد زبله قال لك حقا بونو يلاه ربح الدوري الاوروبي. رياض محرز وقيلا ما عارفش بلي ياسين بونو ربح جائزه رجل المباراه في نهائي الدوري الاوروبي. الدوري الاوروبي راه ياسين بونو جائزه رجل المباراه، يعني كان عنده اكبر تاثير باش الفريق ديالو اشبيليه ربح هذاك اللقب. وزيد عليها شتو ما جبدش بان ياسين بونو كان عنده دور كبير في الانجاز التاريخي اللي حققه المنتخب المغربي في كاس العالم. المهم هادشي كامل خليني نفهم حاجه واحده، هو ان فريمون رياض محرز حاسب ان الكره الذهبيه كيستحقها ياسين بونو. وباش نساليو هاد الحريره السي محرز غنقول لك حاجه واحده اللي هي الكاو: ياسين بونو راه ترشح للكره الذهبيه العالميه وجا رقم 13 في العالم. ياسين بونو هو افضل 13 جا ضمن افضل 20 لاعب في العالم، وهو رقم 13 عالميا، يعني كيستحق الكره الذهبيه الافريقيه سالينا.